اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات حياه مهاجر بامريكا. النهارده جاي اكلمكم عن موضوع مهم جدا هيفيد الناس كبار السن. هنكلمكم النهارده عن الاس اس اي والفرق بينه وبين الاس اس دي اي، فخليكم معنا. اهلا بيكم مره تانية. في البدايه احب اشكر كل المشتركين الجداد بالقناه، اهلا بيكم معنا. الحقيقه جايب لكم النهارده موضوع مهم جدا، وخصوصا ممكن يفيد الناس يعني الحاله النهارده اللي هتكلم عليها هي حاله الناس كبار السن، وخصوصا الاباء والامهات اللي بيجوا يزوروا اولادهم هنا او بيحبوا يستقروا مع اولادهم في امريكا، فهيبقى الموضوع ده مهم ليهم جدا جدا جدا. هو موضوع الاس اس اي. الناس اللي هم فوق 65 سنه وما يقدروش يشتغلوا هيفيدهم. له شروط وله قواعد هنتكلم فيها تباعا. وده بيختلف يا جماعة عن موضوع ال SSDI اللي هو Social Security Disability Insurance. ده مختلف عن ده، والفرق الكبير قوي اللي بينهم وعشان كده انا جايب الموضوع ده مخصوص، ان ال SSDI اللي هو المعاش بتاع العجز اللي بيقولوا عليه disability لازم تكون اشتغلت في امريكا. وممكن حد يصاب الله لا يقدر بان هو ما يقدرش يشتغل فبيدوله ال SSDI. مش سهل، الناس بتقدم وبتصرفت في الاول وبتقدم تاني وهكذا. لكن موضوع ال SSI بقى ميزته بالنسبة لوضع اللي انا بقوله ان هو لو الاب والام جايين يزوروا الاولاد وخدوا الجنسية او معهم الجرين كارد يقدروا يقدموا عليه، مش بيحتاج خالص لأي عمل في أمريكا. ممكن ما تكونش اشتغلت خالص في أمريكا ولكن محتاج، فيدولك ال SSI طبعا بشروط وحاجات هنتكلم فيها تباعا. وعلشان كده أنا شايف إن الحلقة دي مهمة بالنسبة للفئة دي. طبعا الأهم الشروط ديت إن أنت تحصل على هذا الدخل، إن أنت تكون اوفر 65 سنة او تكون تعجز عن عمل او ما تقدرش تؤدي عملك او المكفوفين. تاني حاجة تكون دخلك محدود، وطبعا ده بيتغير من سنة لسنة، هو بيحددوا ايه كلمة دخل محدود دي، يعني مقدارها قد ايه، بتختلف من سنة لسنة. الحاجة التالتة ان انت تكون عندك limited resources، وهنتكلم بالتفصيل عن الحاجات ديت. ان تكون برضو مصادر متنوعة اخرى للدخل برضو ما تقدرش تديك دخل كفاية. لو انت اتطبق عليك الثلاث شروط دولت اللي هنتكلم عليهم يبقى انت تستحق ال SSI. يعني ايه العجز دوت او الديسابيليتي؟ ان انت بتشتغل شغل مش قادر يكفيك على الحياة، بمعنى ان انت مش قادر تشتغل اكتر من 3 4 او 5 ساعات مثلا في الاسبوع او في اليوم ايا كان. مش الدخل ده مش قادر يكفيك انك تعيش، مش قادر انك تقوم بنفس عملك اللي انت كنت بتقوم بيه قبل حالتك الصحية دي وتتدهور وتخليك مش قادر تقوم بيه، او مش قادر تقوم بعمل اخر. يعني انت ما تقدرش تشتغل شغل تاني موازي للشغل اللي انت كنت شغال فيه، سواء اقل او اعلى ايا كان، انت مش قادر تقوم بعمل اخر، فده بيعتبروه عجز. الحقيقة في حاجة اسمها بلو بوك كده بيبقى فيها كل الأمراض أو الحالات الصحية اللي بتعتمدها السوشيال سيكوريتي، ولكن ممكن تبحث وتشوف إذا كانت حالتك موجودة فيها ولا لأ. ولكن ما تخافوش، لأن حتى لو حالتك ما كانتش موجودة فيها إنك برضو بتقدم، وإنك تثبت إن أنت مش قادر على العمل أو حالتك الصحية حتى وإن كانت مش موجودة أو مش مصنفة في البلو بوك اللي بقول عليه دوت، برضه تقدر تقدم وتثبت ان انت فعلا مش قادر تقف. يعني انت مش قادر تقف ومش قادر تقعد، مش قادر تمشي، مش قادر تشيل، مش قادر تحط، او مش قادر تتذكر او تفتكر حاجات. كل الحاجات دي كلها بتؤدي ان انت تاخد العجز. يعني لو حالتك مش موجودة برضو لا تيأس، او يعني قدم، ومفيش مانع ابدا ان انت تعمل مقابلة شخصية وتسألهم، هيساعدوك في السوشيال سيكوريتي. الحقيقة لازم العجز اللي يكون عندك دوت هيدوم سنة على الأقل. يعني حالتك الصحية التي تمنعك من العمل تدوم سنة على الأقل.
يعني مش اسبوع ولا 2 ولا شهر ولا 2 وتقدم، لا لازم تكون طبيا هتمنعك عن العمل لمدة سنة على الأقل. زي ما قلت لكم قبل كده لازم بيكون في ليميت للدخل، اول ما بيقل عن الليميت دوت بتقدر تقدم عن الاس اس اي، ده يختلف من سنه لسنه. هما الشرط الثاني بيكون عندك ليميتد انكم، ده اللي بتكلم عليه، ان هو لازم يكون اقل من المبلغ اللي هم حاطينه واللي بيتغير من سنه لسنه. والحقيقه الدخل دوت في حاجات ممكن تضاف اليه. لو مثلا الابناء بيساعدوك، لو يعني قرايبك بيساعدوك بمبالغ ماليه او بيساعدوك باكل او ايا كان نوع المساعدات من الاصدقاء او الاهل، ده بيضاف الحقيقه لدخلك، فممكن بعد المساعدات ديت ما تبقاش مستحق للاس اس اي. الحاجه التانية ان انت تكون limited resources. ايه limited resources ديت؟ يعني يكون عندك مثلا بيت بتأجره، عندك سندات، عندك مدخرات في البنك، عندك أسهم في أي شركة. الحقيقة كل ده لو موجود عندك ممكن يأثر على انك تقبل او لا يعني. ولكن البيت بتاعك بيتشال من الحسبة دي، الأرض اللي موجود فيها بيتك بتتشال من الحسبة دي، عربيتك بتتشال من الحسبة ديت، فأرضك بيتك عربيتك بتتشال من الريسورسز. فدي نقطة كويسة يعني برضو مع الناس اللي هم فوق 65 سنة. طيب ازاي نقدم يا جماعة؟ احنا ممكن نقدم ب3 طرق. ممكن تقدم اونلاين، يعني على الكمبيوتر ممكن ابنك او بنتك تقدم لك، او ممكن تعمل فون كول، ممكن تقدم عن طريق التليفون، او ممكن تقدم ان بيرسون، يعني ممكن تروح يعني تتكلم في التليفون وتحدد ميعاد وتروح السوشيال سيكيورتي وتتكلم معاهم. هو الموضوع كل حالة يعني مش زي التانية. انا بفتح لكم زي ما قلت المرة اللي فاتت مواضيع انت ممكن تاخد كلامي وتروح للسوشيال سيكيورتي وتتكلم معاهم. زي ما قلت لك ان حالات العجز مثلا كذا 1 2 3، حتى انت لو حالتك مش فيهم وشايف ان انت عندك limited resources وعندك limited income، يعني دخلك صغير، ممكن تروح. انت مش هتخسر حاجة انك تقدم، حتى لو اترفضت بس قدم. التقديم ببلاش، مش هتخسر حاجة، ميعاد او 2 وكم تليفون، لكن يعني تستحق المحاولة. بخصوصا زي ما قلت الحالة الناس اللي جايين وخدوا جرين كارد او اخدوا جنسية عند اولادهم هنا المهاجرين في امريكا، هتساعد الحقيقة الاولاد، وهتساعد يعني ابنك او بنتك او عيلتك، او لو حبيت تستقل ممكن تساعدك انك تستقل. برضو نسيت اقول كويس افتكرت، برضو دخل الناس اللي انت عايش معاهم هيؤثر على هذا الموضوع. سواء كنت عايش لوحدك او كنت عايش مع حد، برضو دخل الاسرة اللي انت عايش فيها كلها ممكن يؤثر على موضوع الاس اس اي. ولكن الموضوع ما فيهوش نقاش انك تقدم. في النهاية يعني عايز اقول ان في ناس كتير بتهاجمني وبطلوا الحاجات دي. امريكا ما فيهاش حاجات ببلاش، وبطلوا الناس عمالة تيجي هنا وفاكرة ان كل حاجة ببلاش وبتشحت وحاجات زي كده واتفضحنا. طبعا يا جماعة كل عيلة وكل اسرة لها ظروفها. انا بحاول اساعد وافتح مواضيع، وكل واحد حر في حياته. ممكن تكون عيلة محتاجة حاجة زي كده، في أبناء كتير مش هيكونوا محتاجين، بس في أبناء ممكن يكونوا محتاجين، في أهل ممكن يكونوا محتاجين حاجة زي كده، حاجة هتخليهم يبقوا أسعد حالا أو قادرين على إعالة نفسهم، يعني بيشيلوا العبء من على أولادهم. كل واحد أعلم بحاله، وربنا هو اللي عالم بالبيوت وأسرار البيوت وظروف الناس. فأنا بحاول أساعد اللي عايز ياخد النصيحة. أوكي، ناس كتير برضو بتهاجم وإن أنا بألف وكده، كل الكلام ده أنا جايبه من السوشيال سيكيورتي. ما فيش حاجة أنا مألفها، هو ده القانون وهو ده اللي موجود. ولكن زي ما قلت كل واحد يحاول يقدم، وإن شاء الله ربنا يسهل يعني.
الحقيقة لو كنتوا وصلتم لهذا الحد من الفيديو أرجو ان انتوا تعملوا شير لايك سبسكرايب وتسيبوا كومنت. الحاجات دي بتعلي الريتش بتاع الفيديو، ناس كتير تستفيد، ناس كتير ممكن لما الفيديو ينتشر اكتر تعرف اكتر وتكون خير لناس تانية. فأرجو يعني دعم القناة بلايك شير سبسكرايب وتكتب كومنت اسفل الفيديو لعلك تساعد في انتشار الحلقة وتفتيح يعني سبل للحياة ما كانتش الناس تعرفها قبل كده. ده كان موضوع حلقة النهاردة، اشكركم والقاكم الحلقة القادمة ان شاء الله.